بسم الله الرحمن الرحيم. متابعينا الكرام، تحية والاحترام. يحييكم محمد لطيف. اليوم 6 أغسطس 2025، وملاحظين الأيام دي في قوائم حايمة تتحدث عن متعاونين مع الميليشيا زي ما بيقولوا. ولكن المدهش يعني انه هؤلاء المتعاونين او هؤلاء الذين يعدون هذه الوثائق القوائم، يعني نسوا انه هي الدولة نفسها. هم طبعا الان شغالين بآليات الدولة وبإمكانيات الدولة وباسم الدولة، ويرتكبوا كل الفظائع والجرائم التي يمكن ان تتصورها. وعلى رأسها بتجي القصة بتاعت المتعاونين دي، واللي انخرطت فيها حتى الأجهزة العدلية، منتهكة كل الحقوق للمواطنين. ولك أن تتصور يعني إنه بيسموه متعاونين ديل، ممكن تكون فيه ست شاي بتبيع شاي، ممكن يكون فيه واحد ميكانيكي صلح عربية زول، جاي مسلح، ممكن تيجي تاتشر مدججة بالسلاح والجنود لميكانيكي عشان يصلح حاجة في العربية ويقول ما بصلحها، مع المقابل خلاص حيصفوك. يعني حيصفوك في وضعي انت جيشك يتخلى عنك. دي الفاكتور الاساسيه اللي ما قاعد يقولوها الناس اللي بيتكلموا عن المتعاونين ديل، بينسوا انه هم الاجهزه المفروض تحميهم، والمفروض الشعب السوداني ده ظل قرابه القرن يصرف عليه، تخلوا عنه. الناس دي تحافظ على حياتها هتعمل شنو يعني؟ لكن الليله جو بالقصه بتاعت المتعاونين، لكن هم نسوا برضو انه الدوله دي هي اكبر متعاون. الدوله دي ظلت طوال تاريخها اكبر متعاون مع هذا الدعم السريع. وعشان ناكد الكلام ده بالوقائع، نقوله لما نحن نقول والله المعركه الحرب دي بدت والبرهان مهزوم 6-0، ما قلنا الكلام ده من الفراغ. لأنه للأسف الهزيمة في الأول كانت معنوية قبل ما تكون مادية. ونفس الوقائع، يعني أنا بتكلم في تاريخ بغض النظر عن من فعل ماذا، ده موضوع تاني، لكن احنا بنتكلم عن تاريخ. في بداية العقد الثاني من الألفية، يعني 12 2012 2013، الجيش كان بيراجع في أوضاع ما عرفت بقوات حرس الحدود، وكان بدأ في تفكيك الوقت ذاك وزير الدفاع عبد الرحيم محمد حسين. وبالفعل الجيش بدأ أدرك خطورة إنه مسألة حرس الحدود دي وقصة الجنجويد الظاهرة وجرت المسألة الجنائية، بدوا يراجعوا في حياتهم، بدوا يفككوا في هذه القوات. لكن فجأة في 2013، وكانت الاجتماعات مستمرة، وزير الدفاع مستمر في اجتماعاته مع قيادة الجيش لمتابعة ترتيبات تفكيك هذه القوى، تلقوا اقتراح من البشير بأن هذه القوة تبقى منها قوة محدودة، تعتبر قوات خاصة تابعة للجيش. الجيش رفض هذه الفكرة، أو قيادة الجيش في ذلك الوقت، افتكر كان مصطفى عثمان كان رئيس هيئة الأركان، ورفض الفكرة، وفعلا ما نفذت مع الجيش. لكن الجيش صمت عن تشكيل هذه القوة في موقع آخر. لما قيادة الدولة أصرت على تشكيل القوة دي وتبعتها لجهاز الأمن، والجيش شايف إنه ده دي قوة نظامية بتتشكل بعيد عنه ومسلحة ومقاتلة، الجيش ما قال حاجة، سكت. دي كانت الأولى. طيب، بعد ذاك في 2017 كل الناس متابعة إنه صدر قانون الدعم السريع. يعني عمليا الدولة بقى فيها جيشين، والجيش سكت ما قال حاجة. الثانية، طيب، في 2019 تحديدا يوم 11 ابريل
2019 الساعة 5 صباحا أو 4 صباحا، لما البرهان مع الوفد بتاع اللجنة الأمنية مشوا قابلوا البشير عشان ينقلوا له ما سموه بقرار اللجنة الأمنية بتنحي. البشير طلب من البرهان إنه تتولى حمايته قوات الدعم السريع، وقبل البرهان بذلك. وأنا قبل كده قلت إنه دي كانت يعني بالنسبة البرهان تخلى عن كرامة الجيش في إنه تتولى حماية قائده العام قوة ثانية، ودي كانت الهزيمة الثالثة. طيب بعد شوية البرهان نفسه اتخذ قرار بضغط من حمايته طبعا بإلغاء المادة 5 من قانون قوات الدعم السريع اللي بتنص على تبعية هذه القوات للقائد العام للقوات المسلحة، وليس القائد الأعلى. القائد الأعلى دي حاجة ثانية، لكن سلطة القائد العام دي هي اللي كانت مهمة. تحررت قوات الدعم السريع من أي مسؤولية الجيش عليها، وأصبحت حرة، فانطلقت في بناء وتطوير قدراتها وتسليحها إلى آخر هذه المسألة. قبل كده، قبل دي، حتى قبل الثورة، في حاجة مهمة جدا برضو حصلت حين الدولة قررت أن تؤول مسألة مكافحة الإتجار بالبشر، ومع بنلاحظ مع قوة أجنبية اللي هي مع الاتحاد الأوروبي. أصبح دي بقت مسؤولية الدعم السريع وليست مسؤولية القوات المسلحة، باعتبارها هي الجيش القومي النظامي. بقت دي مسؤولية قوات الدعم السريع، وبقى عندها صلة مباشرة مع الاتحاد الأوروبي. الجيش سكت برضه، ما قال حاجة في دي. ودي كانت الرابعة أظن هذه. طيب نجي بعد ذاك للمسألة بتاعت بعد الثورة، المسألة بتاعت إنه الدعم السريع يتولى حماية البشير، وبعد ذاك جينا للحتة بتاعت إلغاء المادة 5 من قانون قوات الدعم السريع لتتحرر قوات الدعم السريع من التبعية للقوات المسلحة. ونجي بعد كده لخطوة ثانية لا تقل خطورة وأهمية، وهي حل هيئة العمليات. هيئة العمليات حلها حمايته طبعا بشكل مباشر، لأنه هو المارس الضغط. وبعدين هو يعني حتى ما كان قاعد في الخرطوم لما تم حل هيئة العمليات. حمايتي ما كان موجود في الخرطوم، كان في جوبا، لكن قدر يضغط على البرهان وقيادة جهاز الأمن حتى قرار الحل. ومش كده وبس، بعد كده قوات الدعم السريع أيضا بتوجيه من البرهان وضعت يدها على كل مقار هيئة العمليات. دي أيضا هزيمة أخرى ضيفة للهزائم اللي بنستعرض فيها نحن في تاريخ العلاقة بين الجيش والدعم السريع. طيب يعني إذا أنت ده كله حصل وصمت عليه، بعد ذاك لما جات يعني هذا الدعم السريع قوى واستقوى وتمدد وتمكن وانطلقت الحرب، انت جيت تتحدث عن معركة الكرامة، وجيت تطالب المواطن بانه يعني احنا طول عمرنا في الدنيا كلها الناس بتعرف انه الجيوش بتحمي شعوبها، ودي المهمة الاساسية. لكن ان يتحول الشعب وتبقى مسؤوليته حماية الجيش، دي بتبقى فكرة غريبة جدا، دي سابقة يعني ما حصلت اطلاقا، ما حصلت. وده كله في النهاية عشان نحن نرجع لموضوع المتعاونين، لأنه المتعاونين ديل ضحايا، المتعاونين ضحايا، والمواطنين اتركوا تحت رحمة الدعم السريع دفعوا الثمن مرتين. المرة الأولى حين دفعوا ثمن الانتهاكات التي ارتكبتها قوات الدعم السريع، ده الثمن الأول، وده كان ثمن فادح جدا، لأنه في ناس دفعوا أرواحهم بشكل مباشر، وربما في ناس كان وضعهم الأفضل دفعوا ممتلكاتهم، دفعوا ما يملكون إلى آخر هذه المسألة. لكن جاءت المأساة الثانية لما جينا
وبعد ما انسحبت قوات الدعم السريع من هذه المنطقة أو تلك وعادت سلطة الدولة، فإذا هؤلاء المواطنين الذين كانوا ضحايا 3 مرات. ضحايا المرة الأولى لأنه وجدوا أنفسهم عارين أمام أي حماية من أي حماية بعد انسحبت كل القوات النظامية من الميدان، بقوا مكشوفين. الثمن الثاني دفعوه لما ارتكبت في حقهم انتهاكات من قبل قوات الدعم السريع. الآن بيدفعوا، مطلوب منهم يدفعوا الثمن ثالث، وفي ناس فعلا بالفعل دفعوا، لأنه نحن شفنا التصفيات الجسدية، القتل على الهوية، والعقوبة المباشرة ميدانيا بالإعدام بإطلاق الرصاص بدعوى أنه هذا الشخص أو ذاك متعاون. كلها أثمان دفعت تحت دعوى معركة الكرامة. بينما يعني هذا الجيش الآن اللي بيرفع شعار معركة الكرامة، شعار الكرامة، ومطالب الشعب السوداني انه يقف معاه، هو تنازل عن كرامته في 6 مواضع او 7 مواضع حددناها نحن الان، تاريخيه وموثقه وموجوده، لا يستطيع ان ينكر اي شخص. لذلك نحن بنقول الان اللي عايزين نقوله انه الدوله او هذه المجموعه المنصبه نفسها حكومه للسودان يجب ان تتحمل مسؤوليتها في حمايه هؤلاء الضحايا. يعني القوائم الحايمة الليلة دي الآن هي اليوم هي مجرد قوائم وأسماء، لكن بكرة حيتحولوا لضحايا إن لم يكن اليوم. أي واحد فيهم حيدفع الثمن، مش ثمن جريمة هو ارتكبها، هو ما ارتكب جريمة، هو مجبر على التعامل مع واقع وجد نفسه حوله بعد أن تخلت عنه الجهة المفروض تحميهم. لكن تجي نفس الجهة عشان تعاقبه، دي بتبقى يعني منتهى انا ما اعرف اسميها شنو ذات. لكن بس عايزين نقول انه الدوله الان ايا كان شكل هذه الدوله وايا كان اسمها وايا كانت صفتها، لكن الان دي مسؤوليه. يعني كل القوائم الحايمه دي دماء هؤلاء الناس بالضروره مع دماء كل من، يعني وكل من سفكت دماءهم في هذه الحرب هم في رقبه هذه المجموعه، لكن دي بشكل مضاعف كمان، لأنه دي الضحايا يعني 3 مرات أو 4 مرات هم بيلقوا نفسهم ضحايا. فبالتالي الآن يجب على الدولة أن تصدر توجيهات واضحة وقرارات واضحة. يعني أبسط شيء يا أخي ما فيهم أنت القانون ده، أبسط حاجة فيه إنك أنت عدم أخذ الناس بالشبهات. دي حاجة أساسية جدا طبعا في الإسلام وفي الدين وفي القوانين وفي كل حاجة وفي الأعراف وفي أي شيء وفي التجارب المطبقة. نسأل الله السلامة لبلادنا ولشعبنا، والسلام عليكم.